بقات كتقول لي ما تمشيش معايا لداري تولي بنتي وتهناي من هاد ماماك الخايبه. انا كنبغيك بزاف اكثر منها، واي حاجه بغيتيها نجيبها لك، المهم ما تعاوديش تشوفي ماماك. هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم بحال العاده غادي نعاود لكم جوج ديال القصص حقيقيه واقعيه من داكشي اللي كتبغيو، قصص اللي النهايات ديالها صادمه. داكشي علاش خصكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. ولا عجباتكم لا فيديو ما تنساوش تكليكيو على لايك، حركه بسيطه بالنسبه لك ولكن انا كتشجعني بزاف. وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. ودابا غادي نبداو على بركه الله. فاش كنت صغيره كنت كنحشم بزاف وكنبقى غير في بلاصتي، ما كنتش كنزعم نمشي نلعب مع الدراري الاخرين وندير صحابات. في ديك الوقيته كان عامل الاول ديال المدرسه، كنت كنقرا في واحد المدرسه حدا دار جداتي، وكانت واحد المراه كبيره ساكنه تما. كانت كتعرف جداتي هكا غير من بعيد، وكانت كتبقى ديما تجي تهضر معايا، ومره كانت كتشري ليا شي حاجه. المهم كانت ظريفه معايا، وفاش كانوا كيجيو عليا والديا كانت كتبقى تهضر وتضحك معاهم. كانت ديما هكا حتى ولات عزيزه على ماما وبابا، ولاو كيتيقوا فيها بزاف، ولاو كيخليوني شي مرات عندها الا كانوا خدامين. وحتى انا كان عزيز عليا نبقى معاها، حيت كانت كدير ليا خاطري بزاف وكتخليني ناكل السقاطه وكتشري ليا اللي بغيت. والديا كانوا مرتاحين من جهتها حيت كانوا كيتيقوا فيها، حيت ما عمرهم ما شافوا منها شي حاجه خايبه. زائد انها كانت كتعاونهم من جهتي، حيت جداتي كانت مريضه شويه ما تقدرش تبقى حاضياني، وانا كنت هي الصغيره في خوتي كانوا كيقراو ديجا في الكوليج، ووالديا كانوا ملاهيين معاهم مع الامتحانات والمراجعات ولي زاكتيفيتي وشحال من حاجه. دونك جاتهم هاد المراه بحال الدرهم ديال الحلال. المهم باقا عاقله، واحد المره كنت عند هذيك المراه في الدار، وكانت حتى واحد البنت اخرى تكون عندها ديك 11 ولا 12 عام كتلعب. وقالت لي ديك المراه بلي البنت ساكنه في الاخر ديال الزنقه، وبلي نقد نبقى نلعب معاها ديما حيت غادي تبقى تجي عندها بزاف. في ديك اللحظه انا جاتني الغيره، حيت جاتني بحال غادي تاخذ ليا بلاصتي. المهم كانت هذه هي المره الوحيده اللي عاقله على راسي معاها في الدار. اما كاع الاحداث وداكشي اللي غنعاود لكم فراه ماما واختي هما اللي عاودوا ليا. المهم داز الوقت وكنت في بيت الخامس، وكنت ناسيه ديك المراه وهادشي كامل، حيت كنت ما بقيتش كنشوفها. وفي واحد النهار كانت وصلتني جارتنا للدار، حيت بنتها كتقرا في نفس المدرسه اللي كنقرا فيها انا. ملي بغيت ندخل للدار كتبان ليا واحد الميكه محطوطه في القنت حدا الباب. المهم هزيتها ودخلت، وملي قلبتها كنلقى فيها حوايج قدي باقيين جداد والحلوه والسقاطه. المهم فرحت بزاف وما تسائلتش حتى شكون حطها قدام الباب. المهم ملي جات ماما وريتها الميكه وانا فرحانه، ولكن هي وجهها تعصب وقالت لي سيري دابا جمعي دوك الحوايج وداكشي كامل اللي لقيتيه ورجعيه للميكه واريه ليا باش نرجعها لمولاتها. صافي انا بقيت كنبكي ودرت داكشي اللي قالت لي ماما، حيت خفت لا تغوت عليا وتزيد تعصب. ماما ما شرحت لي حتى شي حاجه، غير غوتت عليا وصافي. في ديك اللحظه ما كنت فاهمه والو، وكان كيحسب ليا بلي انا اللي درت شي حاجه خايبه. صافي دازو شي اعوام موراها، كنت خارجه انا واختي الكبيره ومشينا كنشريو شي تخربيق، المهم كنديروا الشوبينغ وصافي، وخدينا حتى الشكلاط والحلوه. وانا نتفكر داك النهار اللي غوتت عليا ماما على الميكه اللي لقيت حدا الباب، وقلت لاختي ما عرفت من ماما تعصبات عليا هكاك داك النهار، وما عرفتش شكون اللي جاب ديك الميكه وحطها حدا الباب. وهي تقول لي اختي واش ماما ما قالت لك والو؟ قلت لها لا، وهي تقول لي راه هذيك المراه اللي كانت كتحضيك وانت صغيره هي اللي جابت هذيك الميكه، واش ما عقلتيش عليها شنو دارت لينا؟ انا تصدمت وقلت لاختي لا ما عقلتش شنو دارت، ولكن اختي ما بغاتش تجاوبني وقالت لي سيري سولي ماما هي غادي تعاود لك كلشي. انا قلت مع راسي راه غادي تكون غير شي حاجه تافهه وقعت بيناتهم وصافي، داكشي علاش قطعوا معاها الهضره وداكشي علاش ما بقيتش كنشوفها. المهم كملنا الخرجه ديالنا ونسيت هذا الموضوع ونسيت ما سولتش ماما. داز الوقت عاوتاني وطلعت لافاك. واحد النهار كنا عند جداتي انا وماما، وهي تنقص جداتي وقالت لماما راه فلانه ماتت، وماما ما جاوباتهاش، بقات غير مصدومه وبقاو كيشوفوا في بعضياتهم وصافي. ملي خرجت انا وماما من عند جداتي وانا نسولها شكون اللي مات، وهي تقول لي راه ديك المراه الكبيره اللي كانت كتحضيك هي اللي ماتت. في هذه اللحظه تفكرت كاع داكشي اللي قالت لي اختي، وانا نقول لماما تعاود لي شنو وقع. داكشي اللي عاودت لي ماما صدمني، حيت عقلي ما كان عاقل على حتى شي حاجه من داكشي اللي قالت لي. المهم في الاول فاش تعرفوا والدي على ديك المراه كانت كتعاونهم بزاف، وكانوا فين ما كيحتاجوها كيلقاوها، ولكن جداتي ما كانش عندها معاها بزاف. كانت كتقول لوالديا ما تبقاوش تثقوا فيها بزاف، ولكن هما كانوا كيقولوا راه غير واقيلا الواحد فاش كيكبر كيولي منوي شويه، كيولي بروتيكتور بزايد. المهم من مور ما ديك المراه كانت كتعامل مزيان وديما ظريفه،
ولات كتبدل وكدير شي تصرفات في شكل، ولات كتبغيني نبقى معاها الوقت كامل، ولات كتجي عندنا للدار وكتبدا تسول عليا، وإلا ما لقاتنيش كتعصب وكتبدا تغوت على والديا وكتقول لهم باللي ما يستاهلوش تكون عندهم بنت بحالي، وباللي خاصني نكون بنتها ونبقى ديما معاها حيت هي اللي غادي تهلا فيا. هادشي وقع بزاف ديال المرات، ووالديا ولاو كيجريو عليها وكيقولوا ليها باش ما تعاودش تجي تدق عليهم ولا غادي يجيبوا ليها البوليس. صافي ما بقاتش كتجي، ولكن ولات كل نهار كتعيط في التليفون الفيكس وكتخلي دي ميساج فوكو وكتكون كتهضر معايا انا. تخيلوا كتهضر معايا انا بنيته صغيره وكتصيفط لي دوك الرسائل الصوتيه. كانت كتبقى تقول لي اجي عندي تعيشي معايا غادي نتهلا فيك احسن من والديك اللي ما داينهاش فيك، وكتبدا تعاير في والديا وكتقول بلي غادي تعيط لهم للبوليس والجمعيات ديال حقوق الاطفال وبلي غادي تصيفطهم للحبس حيتاش كيضربوني انا وخوتي وكيخليونا بالجوع النهار كامل. بطبيعه الحال حتى شي حاجه من هادشي اللي كتقول ما صحيحه. ملي شافت بلي لي زابيل ديالها ولا الميساج اللي كتخلي ما قضاو ليها حتى شي حاجه، ولات عاوتاني كتجي عندنا للدار ولكن ما كتدقش، كتبقى النهار كامل غاده جايه في الزنقه اللي ساكنين فيها من الراس حتى للراس، وكتوقف كاع الجيران والوليدات الصغار اللي كيلعبوا في الزنقه وكتبدا تسولهم عليا وكتقول لهم واش ما شفتوهاش، واش ما عرفتوهاش، واش كاينه في الدار ولا لا. مع الوقت الجيران كاملين ولاو عارفينها وفين ما كتجي كيقولوها لوالديا. في واحد النهار زعمات وجات دقات نيشان في الباب. هذيك الوقيته كنت غير انا وخويا اللي عنده 12 عام بوحدينا في الدار. ملي حل خويا الباب بدات كتخشي راسها وكتحاول تدخل باش تقلب عليا. خويا قال لها راه ما كايناش. ملي بغى يسد الباب دفعاته وبغات تدخل، ولكن خويا بدا كيغوت وكيدفعها من وجهها وكيقمشها وقال لها راه عيطت للبوليس وراهما جايين دابا في الطريق. ملي سمعت هادشي مشات بالزربه وغبرات واحد المده حتى لواحد النهار. كنت ديك الساعه انا وماما يلاه راجعين للدار حتى كتخرج لينا من اللور. ماما بدات كتغوت عليها سيري في حالك، ولكن هي ما داتهاش فيها وبدات كتجرني من يديا وكتهضر معايا. بقات كتقول لي ما تمشيش معايا لداري تولي بنتي وتهناي من هاد ماماك الخايبه، انا كنبغيك بزاف اكثر منها واي حاجه بغيتيها نجيبها لك، المهم ما تعاوديش تشوفي ماماك. ماما في هاد اللحظه بغات تحماق وبدات كتغوت على حر جهدها وجمعات عليها الناس كاملين وبدات كتقول الناس عيطوا دابا للبوليس هادي راه باغا تخطف ليا بنتي. المهم دارت ليها الشوهه، بقات كتقول لها قسما بالله ونعاود نشوفك مرتك ولا نعاود نشوفك كدوري بنتي حتى نقتلك بيدي. المهم كنظن بلي تخلعت بصح حيت من هاد النهار ما عاودنا شفناها ولا سمعنا عليها شي حاجه حتى النهار ديال الميكا اللي حطات حدا الباب. ملي عاودت لي ماما هادشي عاد فهمت الرياكسيون ديالها وعلاش غوتات عليا ديك النهار. من مور هادشي كامل تصدمت حيت ما عقلت على والو، ولكن في نفس الوقت راه كنت صغيره بزاف. كنقول الحمد لله اللي والديا حضاوني مزيان، اما كل راه خطفاتني ولا علم الله فين انا دابا. كنظن باللي وقعات ليها شي حاجه اللي خلاتها ما تبقاش عاديه، حيت هادو فعال ديال شي وحده مريضه نفسيه ولا فايت مات ليها شي واحد ولا شي حاجه، المهم ماشي انسان طبيعي. وكنقول الحمد لله اللي عرفت هادشي من بعد الموت ديالها، حيت واخا دابا كبرت ما كنتش غادي نبقى مرتاحه لفكره انني نقدر نمشي نتلاقى معاها شي نهار في الزنقه. كانت هذه هي القصه الاولى، كنتمنى انها تكون عجباتكم وتكونوا تعلمتوا منها شي حاجه. داكشي علاش ديما تنقول لكم ما عمركم ما تثقوا في شي واحد كيف ما بغى يكون. بلا ما نطول عليكم اكثر دوزوا القصه الثانيه، خليكم معايا حتى الاخر. انا بنت عندي 19 عام. هادشي يلاه وقع ليا الشهر اللي فات. كنت خارجه مع صاحبتي وراجعه للدار، كانت العشيه وكنت راكبه في الطرام. ملي يلاه جلست كان واحد الدري جالس قريب، هو يبدل البلاصه وجا جلس انفاس معايا وبدا كيشوف فيا. حسيت بشي حاجه في شكل داك الاحساس ديال انت ما مرتاحش حيت عارف راسك شي واحد حاضيك. المهم حاولت ما نديهاش فيه وبقيت كنخربق في تليفوني. ملي وصلت للمحطه ديالي وقفت باش نهبط وكيبان ليا الدري حتى هو وقف. هبطت من الطرام وهو يبان ليا حتى هو هبط بالزربه مورايا. كان باينه تابعني ولكن بواحد الطريقه غريبه، ما كانش كيتمشى مورايا ولكن كان كيتمشى في جنبي بحال غادي معايا. تخلعت منه بزاف حيت كانت باينه فيه ماشي عادي وكان كيديكاجي واحد الحاجه خايبه. المهم انا كملت طريقي بحال ما كاينش. ملي قطعت الشانطي هو بقى في الجهه الاخرى. يلاه بديت كنقول في راسي غير كنتنوى بزاف حتى كيبان ليا قاطع، وجا كيتمشى مورايا ولكن شويه سبق لي وبدا كيتمشى قدامي.
صافي بقيت كنقول مع راسي السيد غير غادي في نفس الطريق وانا دايره في راسي هاد الافلام كاملين. المهم ملي قربت شويه حدا العماره فين ساكنه وهو يبان لي وقف وبقى كيتسناني حتى وصلت حداه، وهو يهضر معايا وقال لي عافاك بغيت نسولك واش مرتبطه. انا جاوبته وقلت ليه اسمح لي بكل الادب، ما تنفخت عليه ما هضرت معاه خايب ما حتى شي حاجه، وموراها زدت في حالي وكملت الطريق. ولكن بقيت كنتمشى بشويه باش هو يسبقني حيت ما بغيتوش يعرفني فين ساكنه. صافي وصلت للعماره جبت السوارت وكنت كلي كنترعد حيت عقلي كان مازال خايف لا يمشي يتبعني ولا يدير ليا شي حاجه. المهم دخلت بالزربه ويلا بغيت نسد الباب حتى كيتدفع عليا الباب بالجهد وكيبان ليا وجهه. عينيه كانت فيهم واحد الشوفه كتخلع لي ما عمري ما غادي ننساها. عرفت راسي غادي توقع ليا شي حاجه خايبه بزاف وانا نبدا كنغوت على حر جهدي، وكنظن باللي هاد الغوته هي اللي عتقات ليا حياتي داك النهار. بدا كيجري لعندي وضربني بالجهد حتى طحت وضربت راسي مع الارض، وبدا كيضرب فيا بحال لا كيضرب شي واحد ما كيحملوش ولا بحال باغي يقتلني. عقلي كان مازال حتى ما استوعب شنو واقع، حيت اخر حاجه كنت كنتوقعها داك النهار هو يوقع ليا بحال هكا. فاش كان كيضربني ما كنت كنقد لا نغوت لا والو، حتى من النفس تقطعات ليا. في واحد الثواني غيبت وعاودت فقت، ما كيبان ليا حتى شي واحد جاي يعتقني، حتى سحب ليا راسي. صافي هذا هو نهاري الاخر وغادي نموت. كانوا كيبانوا ليا غير عينيه ودوك الشوفات اللي كيخلعوا. داكشي كان دغيا ولكن انا حسيت به بحال ما عرفتش شحال ديال الوقت. المهم موراها بان ليا حل الباب ديال العماره وهرب. ديك الساعه جات مرات العساس عندي والعساس خرج تبعو كيجري وعيطوا للبوليس. عطيناهم المواصفات ديالو ودازوا شي يامات عيطوا ليا وقالوا لي بلي راه شدوه. مشيت انا والعساس وتعرفنا عليه ولكن هو نكر كل شيء. جاب الله كانوا الكاميرات اللي شدوه ودابا راه باقي مشدود. فقال دابا كنتسائل شنو بغى عندي، واش هادشي كله حيت قلت ليه راني مرتبطه، حيت فاش هجم عليا ما شفرني ما حاول يتحرش بيا ما والو. دونك غرضو كان هو يضربني ولا يقتلني وصافي. البنات حداو راسكم حيت هادشي راه كيوقع بزاف، والتحرش شي حاجه اللي كتوقع كل نهار وماشي غير مره. جاب الله هاد البنت خرجت منها سالمه وما ماتتش الحمد لله، ولكن شحال من وحده مسكينه ما كتفلتش. ولا كان شي واحد كيتحرش بكم وكيبقى يتبعكم ما تبقاوش ساكتين، سيروا عند والديكم قولوها لهم ولا سيروا عند البوليس. المهم خصكم تهضروا على راسكم وما تبقاوش ساكتين وتخليوه يدير فيكم داكشي اللي بغا. القصص ديال اليوم كانوا مختلفين كيف ما ديما كنحاول ننوع لكم باش نعطيكم افكار جداد ونصائح جداد ونقدر نفيدكم واخا غير شويه. الا عجبتكم لا فيديو وكملتوها حتى الاخر ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم وتلايكيوها، ولا مازال ما تابونيتيوش لاشين كليكي على صابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالي. نتلاقاو في فيديو قريب. باي باي.